ملك الأعياد وحبيب الملايين. لو متعودين ان الكشري المصري غلبة وبياخد مجهود ومواعين كتير، فاحب اقولك انك هتغيري رأيك بعد الفيديو ده. هنعمله في حلة واحدة وفي نص ساعة بس. هقولك كل اسراره من اول البصل لورد لحد الصلصة والدقة وحمص الشام، وازاي كل حاجة تكون مظبوطة معاكي وتكون احلى كمان من مطاعم بره. هنعمله بطريقة سهلة ينفع اي حد مغترب او مبتدئ يعمله، كمان طريقة مميزة. يلا نبدأ بسم الله ونشوف المكونات بتاعتنا. الحمص والعدس بجيب بقى نغسلهم كويس ونحط عليهم ميه مغليه ونسيبهم منقوعين حوالي ساعتين او ساعه على حسب الوقت اللي معايا. وهنقطع البصل الورد جوليان، وسمك التقطيع يكون وسط عشان ما يتحرقش مني. وهجيب رغيفين عيش، اي نوع عيش عادي حتى لو بايت، واقطعه مكعبات كده بالمقص زي ما انتوا شايفين. هحط على العيش شويه ملح وشويه بابريكا وشويه كمون، واقلبه كويس قوي كده، اغلف العيش وطعمه بالبهارات بتاعتي دي. هحط طاسه على النار فيها معلقه زبده كبيره وشويه زيت كده. اول لما يسيحوا معايا هبدا ان انا انزل بالعيش بتاعي وافضل اقلب فيه كده لحد ما يقرمش.